مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ونستهل نشرتنا بأهم العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يغادر إلى كمبالا. دولة رئيس الوزراء يصل إلى مدينة كيسمايو. وزير البريد والاتصالات يلتقي المدير العام للاتحاد البريد العالمي. وزير المالية يضع حجر الأساس لعدد من مباني مقرات قوات مصلحة الضرائب الوطنية. منظمة التعاون الإسلامي تدعم مشاريع تعليمية في النيجر وأوغندا. أما الآن مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم محمود أحمد. غادر فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو على رأس وفد رفيع المستوى اليوم الاثنين أرض الوطن، متوجها إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لحضور اجتماع رؤساء الدول الإفريقية هناك. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية خلال تواجده في كمبالا عددا من رؤساء الدول الإفريقية المشاركة في المؤتمر، حيث يبحث فخامته مع نظيره الأوغندي يويري موسيفاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التعاون في المجالات الأمنية وتأهيل قدرات القوات المسلحة الوطنية. وصل دولة رئيس الوزراء السيد حسن علي خيري اليوم الاثنين إلى مدينة كيسمايو، المقر المؤقت لحكومة إقليم جوبالاند. وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له فور وصولهم هناك رئيس ولاية جوبالاند السيد أحمد محمد إسلام. وقدم دولة رئيس الوزراء السيد حسن علي خيري شكره إلى قيادات جوبالاند وشعب كيسمايو على حسن الاستقبال له ولوفده، مشيرا إلى أن زيارته تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع رئيس ولاية جوبالاند، حيث يبحث معه آخر المستجدات، كما يلتقي مع مكونات المجتمع المدني. التقى وزير البريد والاتصالات في الحكومة الفدرالية معالي عبد عنشور حسن المدير العام للاتحاد البريدي العالمي بشار عبد الرحمن حسين. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين وزارة البريد والاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار وزير البريد والاتصالات إلى أن وزارته حققت العديد من الإنجازات، أبرزها المصادقة على قانون الاتصالات الوطنية من قبل مجلس الشعب. من جانبه أكد المدير العام للاتحاد البريدي العالمي عزم المنظمة على دعم الصومال في مجالات التدريب. من جانبه أكد المدير العام للاتحاد البريدي العالمي عزم المنظمة على دعم الصومال في مجالات التدريبات والفنية. وحضر اللقاء وزير الدولة بوزارة البريد والاتصالات السيد عبد الله بلانور. وضع وزير المالية في الحكومة الفدرالية معالي عبد الرحمن دعالة بيلة اليوم الاثنين في العاصمة مقديشو حجر الأساس لعدد من مباني المقرات الجديدة التابعة لقوات مصلحة الضرائب الوطنية. وأشار وزير المالية إلى أنه سعيد بوضع حجر الأساس لهذه المقرات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز نظام دفع الضريبة الوطنية في البلاد. وقدم قائد قوات مصلحة الضرائب التابعة لجهاز الشرطة الوطنية الجنرال عبد الله حسن بريسة شكره وتقديره لوزارة المالية على جهودها الجبارة في إنشاء هذه المباني الجديدة، موضحا في الوقت ذاته أن قوات مصلحة الضرائب الوطنية تلعب دورا ملموسا في العمل بجانب وزارة المالية لجمع الضريبة والحفاظ عليها. كما وضع وزير المالية معالي عبد الرحمن دعالة بيلة نفس اليوم حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى معهد الاقتصاد الوطني، حيث من المقرر أن تكتمل عمليات البناء في شهر يوليو المقبل. وأشاد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي بالإنجازات الهامة
التي حققتها الحكومة الفيدرالية في مجال تطوير نظام الإدارة المالية ونمو الإيرادات الحكومية، والتي جاءت بفضل الجهود التي تبذلها وزارة المالية. اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تقديم مساعدات إنسانية ل5 مشاريع تعليمية في النيجر وأوغندا. تأتي هذه المساعدات تعبيرا عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي مع هذه الدول من أجل تقديم الخدمة التعليمية المميزة. وتضمنت المساعدات تقديم دعم مالي للجامعة الإسلامية في النيجر، وتقديم مبلغ 250 ألف دولار أمريكي لدعم ميزانية العام الدراسي 2018-2019 للجامعة الإسلامية في النيجر، والإشراف على المشروع الوقفي للجامعة. كما تضمنت المساعدات التعليمية تقديم دعم مالي للجامعة الإسلامية في أوغندا، وسداد القرض المتبقي المقدم للجامعة لشراء الحرم الجامعي في كابوجا تنفيذا لقرار المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي. وكان المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته 63 التي انعقدت في ديسمبر الماضي قد أوصى بدعم الجامعة الإسلامية في أوغندا لنشرها العلم والمعرفة في العالم الإسلامي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية. كان معكم على الهواء إبراهيم محمود أحمد، وفي الهندسة الصوتية الزميل أحمد أويس، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.